السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم طبعا اني راح اسوي لكم كب كيك البرتقال والتمر وطحين الشوفان. هذا كلش صحي، هذا الكب كيك يفيده للدايت اللي يسوون رجيم. ما بي لا سكر لا دهن، فقط تمر اللي يحليه التمر. عندنا هذا التمر العادي اللي نسوي كليتشه. أنا هذا التمر نظفته وعجنته بيدي، يعني مرته بيدي. هذا كوب من التمر، كوب من التمر، كوبين من طحين الشوفان. اللي ما يعرف الشوفان، هذا الشوفان هذا، شوفوا هذا أنا أخذت من عنده كوبين وطحنته. كوبين طحين الشوفان، ظرف فانيلا، ظرف بيكنج باودر، ربع ملعقة شاي سوداء، وبيضتين عندي هنا، ونصف كوب عصير برتقال، ونصف كوب حليب سائل. هسه راح ندي لكم طريقة العمل. وهنا انا محضرة ذني الاوراق الكب كيك، ذني مال الكب كيك. واذا ما عندكم تقدرون تسووا قالب عادي، يعني قالب مال بيت بدون هاي الاوراق. هسه راح نبدي لكم طريقة العمل. راح نجيب البيض، بسم الله، السوداء، الحليب، عصير البرتقال. راح نخلط ذني، ما نضيف لأبد لا زيت ولا سكر. واذا حبيتوا تضيفوا له، تقدرون تضيفوا له ملعقة اكل دبس التمر اذا ردتوا حلا، بس الحلا مال التمر كلش كافي. راح اضيف التمر، مردوه هيك شويه يعني. حتى اذا يبقى يعني هيك مفصص بيه ما يخالف، عادي ما يأثر، مو شرط الا كلش ينمرد. متابعيني ومتابعاتي حبايبي، يعني اني دا اشوف القناة مالتي كلش يعني تفاعل بيه ضعيف جدا، مشاهدات ضعيفة، لايكات قليلة. فاتمنى من عندكم انه تسوون على كل فيديو لايك ومشاهدة، وتشاركوا ويا اصدقائكم بالجروبات الواتساب اللي عندكم، اي شيء يعني، اي تواصل اجتماعي عندكم تقدرون ويا اصدقائكم تشاركون هذا الفيديو. هسه راح امرد زين هذا التمر ويا البيض. هسه بعد ما مرته يعني هيجي تقريبا صار عادي ما يخالف. بعدين التمر هو يعني مو يذب نفسه بالفرن من نخليه. هسه راح نضيف الفانيليا، ومتابعيني اذا تردون وصفات مال دايت، اكلات، حلويات الرمضان، كتبوا لي بالتعليقات شنو اللي تردوه مال رجيم حتى انزل لكم اكلات، حلويات، اي شي تردون، ومن عيوني ان شاء الله تدللون. راح انزل لكم اكلات رمضان، تحضيرات الرمضان، مسواق رمضان، تفريزات الرمضان، اكلات راح نسوي ان شاء الله. بس اريد تفاعل بالقناة، يعني اريد مثلا مشاركة بالفيديوهات مالتي، مشاهدة كاملة. سوي الفيديو من تشوفون اعلان لا تتخطوا الاعلان، يعني كملوا كله الفيديو. واهم شي لايكاتكم حبايبي حتى استمر بالفيديوهات مالتي، لان اني صار لي هواي فاتحه القناه، مثلا صار لي تقريبا فوق السنه. هسه راح اضيف الطحين. هذا طحين الشوفان كلش صحي، اكو منه طحين يبيعوه واكو هيك يعني علب يبيعوه، انتو بكيفكم تقدرون تشترون العلب وانتو تطحنوا.
طبعا اسفة على الازعاج، هاي الاصوات السيارات، احنا بيتنا قريب على الشارع فاكو اصوات مال سيارات. خلطوه زين حتى كل المواد تختلط. طبعا اني عالقة الفرن صار لي ربع ساعة، خلي اشد هني. هسه راح اجيب، نبدأ وياكم بسم الله. ملعقة ونص نخليلهن. واكو اوراق مال كب كيك يعني حجمن شوي اكبر يحتاج ملعقتين، بذني حجمن صغار ملعقة ونص اضيف لهن. جربوها كلش طيبة وصحية. اشوف ياهو اللي قليل اضيف له بعد. هسه راح انظف هاي الوقعت على القالب. هذا هو جهز عندي، راح ادخله على الفرن وتابعوني ان شاء الله من طالعه من الفرن. وهذا الشكل الكب كيك مالتنا مالت الدايت، كب كيك الشوفان وعصير البرتقال والتمر، وان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم هاي الحلويات مالت الدايت وان شاء الله كتبوا لي بالتعليقات حتى اسوي لكم اكلات وحلويات، كتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون، وان شاء الله اسوي لكم فيديوهات جديده. بس راح اشوف التفاعل مالتكم، اذا صار تفاعل بالقناه ومشاهده وصارت المشاهدات عندي، واهم شي اللايك، ضغطوا على اللايك حتى يوصل اكبر عدد من المشاهدين، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه، وانتظروني فيديوهات جديده. مع الف سلامه.